النهارده انا في بيت الشيخ جهاد، فاكرينه الشيخ جهاد الفلسطيني؟ للمره الثانيه على التوالي. الراجل ده كل يوم عمال يبهرني بحاجات جديده جدا. تعالوا اوريكم بقى بسرعه عنده ايه واسعار قسما بالله خطيره عن اي حد وبنافس اي عطار. يلا بص، ادي زيت الزيتون. قال لنا عشان خاطرك يا حميدو عامل عرض ب 330 بعد ما كان بيبيع ب 350. ادي زيت الزيتون، وجايب كمان دقه الزعتر. الدقه دي جاهزه على طول على الاكل. وجايب العشب الغريب ده، دي اللي اسمها المراميه او المرميه، انا ما اعرفهاش، بس دي بتتحط على الشاي وليها فوائد كتير جدا. واللي يعرف يكتب لي في الكومنتات فوائد المرميه دي ايه. دي حاجه. واخر حاجه بقى، بصوا ده، اللهم بارك، ده ايه؟ شطة المكبوس عندهم، اللي بالبلدي عندنا او باللغة بتاعتنا اسمها الهريسة، هريسة الشط. دي بقى اللي بتتحط على المخلل، ممكن تاكلها كده، تحط عليها شوية زيت زيتون وتغمسها بعيش. الكلام ده كله موجود على صفحة حميدو. خش يا باشا وقول لي كام الاسعار والمكان والعنوان، نساعد الشيخ جهاد، وكمان ربنا يطرح فيه البركة وفيكم. صباح الفل، صباح جبر الخواطر.